قيس صالح، لا أريدك أن تكون فارسا جبانا فر من خيمته هاربا بعد أن قدمت له الذبائح. عزيزي قيس، كن شجاعا ولو لمرة واحدة، وقل جملة واحدة، جملة يتيمة توضح فيها هل كنت مظلوما من قبل الاتحاد الكروي أو من أمينه العام حسام السنباني، بشرط يا قيس أن ترفق هذه الجملة بدليل واحد وحيد يتيم عن قيام السنباني أو حتى رئيس الاتحاد أحمد العيسي بفرض اسم لاعب عليك، أو طلب منك أحدهما استبعاد لاعب موهوب لحساب لاعب آخر أقل موهبة ولكن جاء بالوساطة، أو بجملة واحدة يا قيس تشبه وصية نادم تقول فيها إنك أخطأت مرات ومرات، وإن الاتحاد كان يمنحك وقتا وفرصة تلو الأخرى، لكنك كنت مصرا على لعبة الوثائق المزدوجة التي أطاحت بك. وتذكر يا قيس أن صمتك المريب يقزمك أمام جمهورك حين يتم ربط إقالتك من المنتخب بسبب خلاف مع منسق سابق شعاره يا تخلوني مرافق أبدي ولا بعطل اللعب وبعمل بث مباشر من معسكرات المنتخبات الوطنية. يا قيس، كن كشرف التلال المحفوظ، الأسطورة الكروية الخالدة في قلوبنا جميعا. شرف محفوظ، شرف ذات يوم شعر أن حميد شيباني بدأ بالتجاوز بحقه، لكن محفوظ لم يقف صامتا يداعب أغلاله ويبلع الإهانة، ولم يقم بالاعتماد على الهبة الشعبية لتدافع عنه بجهل وبساطة إلى حد السذاجة كما تفعل أنت، بل قام بفتح نافذة تطل على الجحيم في وجه شيباني، ثم أرسل له قافلة محملة بكتب تتحدث عن أخلاق الرجال لعل شيباني يتعلم منها. يا قيس، كابتن قيس، ثق تماما أنني كنت أتمنى استمرارك رفقة المنتخب، ليس حبا فيك ولكن حتى يدرك الشارع الرياضي وخصوصا أصحاب حسابات قام بقفل ملفه الشخصي التي تدافع عنك ليلا ونهارا، لأثبت لهذه الحسابات ولأصحابها أنك مدرب قابل للخسارة جدا جدا. في أمان الله.